بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده موجه لطلبة سنة أولى طب بشري جامعة عين شمس. أنا هدردش مع حضرتك شوية عن مادة الهيستولوجي، وهنتكلم كده عن النظام بتاعنا أو إحنا هنمشي إزاي أثناء السنة وهندرس إيه بالظبط في الهيستولوجي، لأن أنا بحب دايما إن الطالب قبل ما يبدأ يذاكر لازم يكون متخيل وفاهم الوضع عامل إزاي في المادة كلها عموما، وأثناء السنة الأمور بتاعته هتبقى ماشية إزاي. كمان ان شاء الله في الفيديو ده انا هوضح لحضرتك ايه الحاجات اللي احنا بنقدمها لك في الكورس بتاعنا علشان حضرتك تستفيد وتقدر ان انت ربنا يكرمك كده في الماده دي وتجيب الفول مارك. بص يا ولاد، مبدئيا كده بسم الله، اول حاجه احنا المفروض عندنا اول موديول حضرتك بتدرسه في السنه خالص اسمه انترودكشن. طبعا انترودكشن يعني مقدمه، يعني اكيد ان انت لما تيجي تبدا الكليه في الاول هندرسك حاجه اسمها انترودكشن يعني مقدمه كده. طبعا في الموديول ده هيكون من ضمن المواد اللي حضرتك هتدرسها مادة الهيستولوجي باعتبارها احد المواد البيزك او الاساسية في الطب، فحضرتك هتدرس في موديول الانترودكشن هيكون من ضمن المواد اللي حضرتك هتدرسها مادة الهيستولوجي. ايوه يا دكتور، يعني انا هدرس ايه بالظبط في مادة الهيستولوجي دي؟ بص بقى حضرتك وركز معايا كويس قوي وما تخافش من الاسامي ولا المصطلحات اللي انا هقولها، الحاجات دي هتتكرر معاك كتير جدا، واحنا هنقول الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما انت تحفظها وتتقنها كويس قوي قوي. اول شابتر عندنا يا اولاد في الهيستولوجي بندرسه حاجه اسمها مايكرو تكنيكس. واحد يقول لي يا ربي ايه الاسم ده مايكرو تكنيكس، ايه ده يا اولاد؟ بص يا سيدي، كلمه مايكرو تكنيكس يا اولاد معناها طرق تحضير العينات في المعمل قبل الفحص. يعني ايه؟ المفروض حضرتك دلوقتي انت عرفت ان ماده الهيستولوجي بتتكلم عن شكل الانسجه تحت الميكروسكوب. طب هل انا بجيب النسيج كده من الانسان احطه تحت الميكروسكوب على طول؟ اكيد لا، وانما في حاجات معينه احنا بنعملها، خطوات معينه بنعملها قبل ما نفحص العينه دي تحت الميكروسكوب. الخطوات بقى والقصه اللي بتحصل قبل ما نفحص العينه تحت الميكروسكوب دي حاجه اسمها مايكرو تكنيكس. فانت دلوقتي هتدرس ايه طرق تحضير العينات، لان طبعا في طرق مختلفه، في طرق بتكون سريعه بس بتكون الدقه بتاعتها مش عاليه، في طرق بتكون ابطا بس الدقه بتاعتها اعلى. فاحنا طبعا هنقارن ما بين الطرق بتاعه تحضير العينات بتاعه الانسجه قبل ما ان احنا نوضعها او نشوفها تحت الايه الميكروسكوب. طيب خلي بالك كمان ان من الحاجات الاساسيه اللي هنتكلم عليها في الشابتر ده انواع الستينز، لان حضرتك المفروض ان العينات دي قبل ما بنحطها تحت الميكروسكوب بنضيف عليها حاجه اسمها ستين، صبغه، علشان النسيج يكون شكله تحت الميكروسكوب اوضح. فاحنا عندنا انواع كتير جدا من الستينز من الصبغات، فاحنا هنبدا نشوف ايه انواع الستينز او انواع الصبغات المستخدمه او اللي بتستخدم في علم الهيستولوجي، الصبغات المختلفه، وامتى اختار الصبغه دي وبناء على ايه بختارها، وكل الحاجات دي ان شاء الله هنعرفها في شابتر اسمه مايكرو تكنيكس. يبقى حضرتك كده عرفت ان في ماده الهيستولوجي اول ما تدخل في اول السنه هيكون اول شابتر عندك اسمه مايكرو تكنيكس. بعد كده ان شاء الله هندخل بقى في اكبر شابتر موجود عندنا في هذا الموديول. الشابتر ده اسمه ذا سيل، يعني بيتكلم عن الخليه. طبعا هو ده البدايه الفعليه للمنهج، يعني احنا منهج الهيستولوجي يعتبر بيبدا عندنا بجد من شابتر السيل. طبعا شابتر السيل ده بيتكلم عن الخليه ومحتويات الخليه والعضيات اللي موجوده في الخليه، وطبعا هو شابتر كبير جدا لان احنا هنفهم فيه خليه الانسان بشكل كامل، مش هنسيب اي حاجه في خليه الانسان سواء كانت حاجه من الحاجات الاساسيه جوه الخليه او حاجه من الحاجات اللي ما بتبقاش اساسيه قوي. كل الحاجات اللي جوه الخليه احنا هندرسها بالتفصيل. واحد يقول لي طب احنا هنعمل ليه كده يعني، او ليه بنهتم كده؟ لان حضرتك اي مرض بيحصل للانسان بيكون ناتج عن خلل جوه الخلايا بتاعته، فاحنا لازم ندرس الحاجات اللي جوه الخليه كويس قوي علشان تعرف الحاجه دي لو باظت الشخص هيحصل له مرض عباره عن ايه، وانا لو عايز اعالجه ممكن اعمل ايه. كل الحاجات دي احنا هنعرفها ان شاء الله لما ندرس ذا سيل او ندرس شابتر الخليه، من اكبر واهم الشابترز اللي موجوده عندنا. خلي بال حضرتك برضو دايما لازم تكون عارف ايه الحاجه الاهم في كل موديول وايه الاقل في الاهميه شويه. احنا كله عندنا مهم، كل حاجه احنا هنقولها وهنتدرب عليها كويس قوي، بس لازم تكون واخد بالك ان اكبر شابتر واكتر شابتر احنا هنشرح فيه محاضرات وهيكون مطلوب من حضرتك فيه مجهود شويه هو شابتر السيل. طيب بعد كده ان شاء الله هندرس شابتر اسمه ابيثيليوم. يعني ايه كلمه ابيثيليوم يا اولاد؟ الابيثيليوم معناه النسيج الطلائي. يعني ايه النسيج الطلائي؟ خلينا نكتبها كده بالعربي، او النسيج الطلائي. جسم الانسان يا اولاد عليه طلاء، عارف طلاء يعني زي الدهانات كده، عارف الدهانات اللي بتبقى موجوده في الغرف وفي البيوت؟ جسم الانسان متغطي بنسيج، النسيج اللي بيغطي جسم الانسان اسمه ابيثيليوم. ابيثيليوم يعني النسيج الطلائي، لانه بيطلو جسم الانسان او هو الطبقه الخارجيه اللي موجوده على جسم الانسان من بره. فاحنا هندرس طبعا تفاصيل الابيثيليوم وانواعه وايه التعديلات اللي عليه. بعد كده ان شاء الله هندرس رقم 4 شابتر اسمه كونكتيف تيشو. يعني ايه كلمه كونكتيف تيشو يا ولاد؟
او كونكتيف تيشو، يعني النسيج الضام. يعني ايه النسيج الضام؟ بص حضرتك من اسمه كده يا ولاد، بص كده اسمه كونكتيف تيشو. عارف يعني ايه كونكتيف؟ يعني بيعمل كونكشن، يعني بيربط الحاجات مع بعضها. يعني مثلا يا ولاد انا عندي الجلد ده المفروض ان تحت الجلد بعد شويه في مصل، في عضلات. طب ايه الحاجات، ايه اللي ماسك الجلد في العضلات؟ في حاجه ماسكاهم في بعض. عارف ده ايه؟ اسمه كونكتيف تيشو. فالكونكتيف تيشو ده حضرتك هو النسيج اللي بيعمل كونكشن او بيربط الحاجات مع بعضها داخل جسم الانسان. فاحنا هندرس برضو الكونكتيف تيشو، وعلى فكره هو من اكتر الحاجات اللي انت بتستفيد منها علميا كويس قوي في بدايه الكليه. يعني انت وانت بتدرس شابتر الكونكتيف تيشو هتكون انت حابه جدا، لانه بيتكلم عن حاجات كتير ريليتد للامراض والحاجات اللي بتحصل في الحياه زي الحساسيه وحاجات كتير ان شاء الله هندرسها في شابتر الكونكتيف تيشو. يبقى حضرتك لحد دلوقتي فهمت ان اول موديول عندك في السنه اسمه موديول الانترودكشن. هندرس فيه هيستولوجي، ايوه هيكون عندنا هيستولوجي. طب هندرس ايه في الهيستولوجي في اول موديول؟ اول ما حضرتك تدخل السنه معانا هندرس حاجه اسمها مايكرو تكنيكس، وهي طرق تحضير العينات في المعمل. بعد كده هندرس اهم شابتر في الموديول كله هو السيل. بعد كده هندرس الابيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي. بعد كده هندرس الكونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضان. في الاخر خالص، ودي فكره جميله جدا 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 بصراحه، هندرس حاجه اسمها اوفر فيو. ايه الاوفر فيو ده يا اولاد؟ ده عباره عن ايه؟ الاوفر فيو عباره عن نظره عامه على الانسجه في جسم الانسان. يعني ايه؟ طبعا هو الحاجات الاساسيه في جسم الانسان اللي هو السيل والابيثيليوم والكونكتيف، ولكن بصراحه هم في الكتاب بتاع الكليه، وده حاجه بصراحه جميله، عمل شابتر كده في الاخر اسمه اوفر فيو، يعني نظره عامه على الانسجه في جسم الانسان. ليه بقى؟ لان حضرتك مثلا لما تيجي تدرس المواد التانية انت كده لسه ما خلصتش علم الهيستولوجي، انت درست فيه بس البدايات او الحاجات الاساسيه. طيب دلوقتي المفروض مثلا ان الفسيولوجي بيكلمك عن خلايا، بعض الخلايا او بعض الانسجه، بس انت لسه ما درستهاش، فهو عمل لك شابتر الاوفر فيو ده عشان يديك نظره عامه على العضلات، نظره عامه على الخلايا الدم، نظره عامه على الجهاز التناسلي الذكري، نظره عامه على، فبيديك نظره عن كل الانسجه، بس طبعا مش بالتفصيل وانما نظره سريعه، علشان لما اي ماده تانية تكلمك عن الانسجه دي يبقى انت عندك عنها خلفيه او فاهم النسيج ده ايه الاساسيات بتاعته. فحضرتك كده احنا عرفنا ايه الحاجات اللي احنا بندرسها بالنسبه للهيستولوجي في موديول الانترودكشن اللي هو اول موديول موجود عندنا في السنه. طبعا ان شاء الله هيبقى في فتره كده حضرتك مش هيكون عندك فيها هيستولوجي، اللي هو بعد ما نخلص الموديول ده هتقعد كده حضرتك شويه بتدرس مواد تانية اللي هي الباثولوجي والفارما والحاجات مختلفه تانية خالص، وبعدين هترجع تاني ان شاء الله في الترم التاني، يعني في الترم التاني حضرتك هترجع لنا تاني هندرس بقى في الهيستولوجي حاجه اسمها لوكوموتور سيستم. اسمه لوكوموتور سيستم. ايه قصه اللوكوموتور سيستم ده؟ لو جيت تترجم كلمه لوكوموتور بالعربي معناها الجهاز الحركي في الانسان، يعني ايه الحاجات اللي بتساعد الانسان على الحركه. طيب ايه الشابترز او ايه الحاجات اللي احنا هندرسها في الهيستولوجي؟ يبقى انت حضرتك عرفت ان في الترم الاول حضرتك هتشوفني معاك في موديول الانترودكشن هنشرح الحاجات دي، وانا بقول لك اهو ان اكتر محاضرات انت حضرتك هتستمتع بيها وتحبها كويس جدا 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 هي محاضراتي بتاعت الهيستولوجي. انت حضرتك تحس ان انت قاعد مش زهقان والامور ماشيه معاك كويس، وانت بالعكس مبسوط وكانك بتستقبل معلومات بصدر رحب، وانا كمان بقول لك بعض التريكات كده والحاجات بتخلي الدنيا ماشيه معاك كويس قوي ان شاء الله. طيب يبقى احنا فهمنا الترم الاول. في الترم الثاني ان شاء الله اتفقنا ان احنا بيكون عندنا اللوكوموتور سيستم. اللوكوموتور سيستم ده بيتكلم عن الجهاز الحركي في الانسان، يعني ايه اللي بيحرك الانسان. طيب انا كهيستولوجي هدرس ايه؟ طيب بص يا سيدي، اولا هندرس يا اولاد شابتر اسمه كارتلج اللي هي الغضاريف، وهندرس بون اللي هو العظام، وهندرس كمان ماسكولار تيشو او السكيليتال ماسل اللي هي العضلات الهيكليه، اللي هي العضلات اللي انت بتتحكم فيها. تعال اقول لك تاني بالراحه اهو. يبقى احنا الهيستولوجي في الترم الثاني في موديول اللوكوموتور سيستم هنتكلم اول حاجه عن الكارتلج اللي هي الغضاريف، هنتكلم عن البون اللي هي العظام، هنتكلم عن الماسل اللي هي العضلات، هنتكلم كمان عن النيرفس تيشو او النسيج العصبي، لان خلي بال حضرتك ان الاعصاب هي اللي بتديك اشاره عشان تتحرك، فاحنا هنتكلم عن الاعصاب او النيرفس تيشو. كمان هنتكلم ان شاء الله عن السكن وملحقات السكن، يعني هنتكلم عن الجلد، يبقى احنا هنتكلم كمان عن الاعصاب وهنتكلم عن الجلد. طبعا المنهج بتاعنا زي ما انت شايف كده فيه تفاصيل كتيره، ولكن ان شاء الله احنا مع بعض هنظبط الدنيا كويس قوي. بيني وبينك انا مش عايز ادخلك في تفاصيل الترم الثاني لان كل حاجه وليها وقتها، لكن خلينا نتكلم شويه بقى عن النظام الكورس بتاعنا، او انا هشتغل معاك ازاي علشان ربنا يكرمنا كده ونعدي الامور بتاعتنا على خير. بصوا يا شباب، اولا الكورس بتاعنا
اللي احنا هنبدا بيه اللي هو الكورس الخاص بموديول الانترودكشن تو هيستولوجي. المفروض يا اولاد ان احنا عندنا في هذا الموديول اول حاجه بالنسبه لي شرح النظري. تعالى كده افهمك احنا بنشرح النظري ازاي، وبعد كده نتكلم على السورس بتاع المذاكره او المذكره بتاعتنا اللي حضرتك هتذاكر منها. بعدين تعالى نتكلم على سيستم المتابعه، شوف احنا نتابع حضرتك ازاي. بعد كده نتكلم على البراكتيكال اللي هو العملي. يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه احنا بنبدا طبعا شرح النظري، ده اهم حاجه عندنا في الكورس. ركز بقى معايا عشان اقول لك احنا بنشرح ازاي. اول حاجه احنا بنشرح المنهج كذا مره. في المره الاولى وانا بشرح المنهج براعي ان انا حضرتك بيكون الشرح بطيء نسبيا، مش بطيء ممل. فاهم في فرق؟ يعني ايه بطيء نسبيا؟ بطيء بالنسبه للمرات اللي بعده. يعني ايه؟ انت دلوقتي حضرتك لسه داخل الكليه، فاكيد في كلمات كتير ومصطلحات انت مش عارفها. ما ينفعش ان انا اشرح لك محاضره زي ما بشرح لسنه تانية او سنه ثالثه. لا، الشرح بتاعنا في سنه تانية او ثالثه مختلف. انت متاسس معايا من سنه اولى، لما تروح سنه تانية وثالثه هيكون في سرعه الشرح مش هتنفع لسنه اولى، فانا بمشي معاك برتم هادي شويه. طيب ايه الفكره؟ يبقى في المره الاولى بيكون الشرح هادي. ليه؟ علشان اقدر اترجم لحضرتك المصطلحات، اقدر ابص على كل الناس، اتاكد ان كل الناس اللي موجودين قدامي فاهمين كويس. لازم يبقى احنا ماشيين برتم هادي، ولكن طبعا الرتم الهادي ده ما بيبقاش بطيء عن المحاضرات بتاعه الكليه، لا احنا بنبقى ماشيين برضو برتم كويس، وبنبقى ماشيين مع المحاضرات، وساعات بنبقى سابقين كمان. بس في المجمل الشرح نفسه بيبقى ماشي بشكل هادي شويه، لان دي المره الاولى اللي انت بتفهم فيها لسه، فما ينفعش انا ابقى ماشي بسرعه لدرجه ان انت ما تفهمش، لان طبعا انت لسه في الاول في سنه اولى. طيب بعد كده في المره الثانيه، خلي بالك المره الثانيه دي بتبقى بتاعه الريفيجن، المراجعه. خلي بال حضرتك. طيب المراجعه دي يا اولاد احنا علشان يبقى خلي بال سيادتك ان كده كده المره الاولى الفيديوهات دي انا بشرح في السنتر. ركز بقى معايا، يعني حضوري، يعني انت متاح لحضرتك ان انت تحضر قدامي في السنتر حضوري، يعني انت شايفني وانا شايفك واحنا بنتكلم مع بعض. وفي نفس الوقت ركز معايا، الكورس ده متاح اونلاين. يعني ايه؟ يعني حضرتك المحاضره اللي في السنتر دي بتتصور بكواليتي عاليه جدا، وبتنزل في الابلكيشن الخاص بيا او الويب سايت بنفس اليوم بالليل او بالكتير تاني يوم. فحضرتك دلوقتي انت عندك تو اوبشنز في تلقي المعلومه، يا اما حضرتك بتنزل السنتر لو انت كده كده بتنزل الكليه فتمام بتحضر، لو انت ما عندكش نزول او ما عندكش حضور وحابب ان انت تسمع اونلاين او انت بتحب الاونلاين اكتر، فحضرتك تلتزم ان انت تسمع المحاضرات الاونلاين. وطبعا احنا عندنا سيستم متابعه علشان لو انت بتتاخر في الاونلاين هنجيبك ونفهم انت متاخر ليه ونحل المشكله. يبقى اذا اول مره بنشرح الشرح بيكون معدل الشرح بيكون هادي علشان حضرتك تقدر تستقبل معلومات كويس. والشرح ده بيتشرح ازاي؟ انت ممكن متاح لحضرتك ان انت تحضره في السنتر او تحضره اونلاين. بالنسبه للمراجعه بيكون الشرح بيكون اسرع شويه. يعني ايه؟ انا يا اولاد بشرح في المراجعه بيكون الشرح متسجل على زي ايباد او تابلت كده زي دلوقتي، بحيث ان انا بقول لك المعلومات الاساسيه، لان انت مش هينفع قبل الامتحان وانت عندك ضغط تسمع الفيديوهات اللي هي الاولى اللي هي الفيديوهات الطويله، مش هينفع. لازم اعمل لك او اوفر لك سورس. السورس ده بيكون الفيديوهات فيه المعلومات متشفيه، يعني المعلومات الاساسيه موجوده مترتبه، لان حضرتك عندك فكره كويسه. فانا مش هينفع اجي اشرح لك في المراجعه اشرح لك تاني بنفس الطريقه، لا انا عايز اشرح لك هو بنفس السيستم ولكن في وقت اقل، علشان حضرتك تقدر تلم الدنيا معايا، ما يبقاش بزود عليك حجم الفيديوهات. فالمراجعه بيكون الشرح فيها اسرع. وفي فكره جميله جدا 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 عملناها مع الدفعات الاكبر منكم، ان احنا بنشرح على المذكره نفسها. يعني في الريفيجن احنا كده كده في المره الاولى بنقرا المذكره مع بعض، ما تقلقش. لكن انا بتكلم ان في المراجعه الطلبه قالوا لي يا دكتور ان احنا نشرح على المذكره احسن، يعني انا اكون موجود وعندك المذكره وانا بخطط معاك على المذكره، بحيث ان مفيش ولا كلمه تفوتك في الريفيجن. والموضوع ده جربناه وممتاز جدا جدا جدا. فاحنا عندنا الشرح المره الاولى، وعندنا كمان الريفيجن، وعندنا قراءه المذكره، ان كل كلمه في المذكره احنا بنوضحها لحضرتك كويس قوي. طيب تعالى بعد كده بقى ايه السورس اللي انا هذاكر منه. يعني انا دلوقتي وانا بسمع الشرح بتاع حضرتك، مثلا دلوقتي انا مشغل الفيديو او انا بحضر معاك، انا هيكون معايا ايه بكتب فيه او بذاكر منه؟ طبعا الحاجه الاساسيه رقم واحد، انت ممكن تذاكر وتعتمد على كتاب الكليه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اصلا في سنه تانية وفي سنه ثالثه اعتمادنا الرئيسي او مذكرتنا تعتبر نفس كتاب الكليه، ولكن في سنه اولى الطالب برضو علشان داخل جديد، فانا بحتاج ان انا اساعدك شويه في ان احنا بنعمل مخططات، بنعمل جداول، بنلون الكتاب شويه، بنعمل شويه حاجات. فعشان كده انا بعمل لك مذكره. فاحنا عندنا تو اوبشنز،
بس خلي بالك الحاجه اللي هنختارها هنمشي عليها على طول، مفيش حاجه اسمها تبص على دي ودي، الموضوع ده كده فاشل. انت كده كده الشرح اللي انا هقدمه لك هتبص في كتاب الكليه هتلاقيه نفسه هو بالترتيب، هتبص عندي في المذكره هتلاقيه نفسه هو بالترتيب. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان كتاب الكليه له شكل معين، انا بقى عندي في المذكره بحاول ان انا اجمل هذا الشكل شويه، ان انا احط لك شويه الوان، احط لك شويه مخططات، اعمل لك شويه مايند مابس، اعمل لك جداول، شويه حاجات نفس المحتوى بالظبط بتاع الكتاب، ولكن الشكل او التنسيق نفسه بتحس ان هو مريح اكتر شويه. لكن في ناس بيذاكروا عادي من كتاب الكليه تمام، في ناس بيذاكروا من المذكرات زي الفل. الحاجه كمان اللي انا عايزك تعرفها ان كده كده سواء حضرتك بتذاكر من كتاب الكليه او بتذاكر من المذكره، لازم هيكون في اضافات بسيطه اثناء شرح الفيديو. يعني وانت بتسمع الفيديو هتلاقيني بضيف شويه اضافات. الاضافات دي جت منين؟ ان حضرتك المحاضره بتاعت الكليه بتتراجع كويس، علشان احيانا في المحاضره بيبقى في بعض الاضافات البسيطه، الاضافات دي حضرتك احنا بنجيبها وبقول لك زودها لي هنا كده، ان في محاضره في معلومه اتقالت في المحاضره اضافيه في الكليه، المعلومه دي بتقول كذا كذا كذا، فحضرتك زودها، وان شاء الله احنا عندنا تيم كامل علشان نظبط القصه دي. فحضرتك كده عرفت ان انت يا اما تذاكر من كتاب الكليه تمام 100%، يا اما تذاكر من المذكره عندنا تمام 100%. وصدقني المذكره بتتراجع على الكتاب 500 مره قبل ما تنزل. وطبعا على فكره عشان تبقوا عارفين، احنا الكتب بتاعتنا بتنزل تحت اسم هيستولوجي with زهرة ستين، يعني ده اسم المجموعه بتاعتنا. في منها كتب نظري وفي منها MCQ وكل حاجه زي ما انا هقول لحضرتك دلوقتي. طيب يبقى احنا كده عرفنا الشرح بيتم ازاي، يا اما حضوري يا اما اونلاين، وفي مره تانية للشرح المره السريعه. بعد كده عرفنا المذكره، يا اما ذاكر من كتاب الكليه يا اما ذاكر من المذكره بتاعتنا، والاثنين واحد صدقني. بعد كده سيستم المتابعه. طيب المتابعه دي بتتم ازاي؟ انا دلوقتي ازاي اضمن ان حضرتك بتذاكر؟ ما انت مشترك معايا في الكورس وناس كتير مشتركين في الكورس وخلاص، واحنا مش هننام بقى، يعني انا مش هسيب الناس بقى، دي برضو يعني سمعتي، وبرضو انت حضرتك لازم تبقى مجتهد، وانا عايز اطمن على الناس بتوعي. طب نعمل ايه في المتابعه؟ اول حاجه حضرتك عندنا في سيستم المتابعه في كذا حاجه. اول حاجه ان في امتحان اسبوعي، خلي بالك احنا عملنا تيم خاص علشان القصه دي، المتابعه دي لوحدها في تيم شغال، دكاتره اكبر منك وناس متخرجين وناس لسه اكبر منك في الدفعات الاكبر منك هيبقوا بيتابعوا حضرتك، وهيبقى في ناس برضو متخصصين في الهيستولوجي للرد على الحاجات العلميه، وانا نفسي هبقى موجود على الجروب وكل حاجه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل اسبوع بيكون في يوم، اليوم ده فيه امتحان، الامتحان ده امتحان اسبوعي اونلاين. طيب الامتحان ده حضرتك بتدخل على اللينك بتحل، بيطلع لك التصحيح بتاعك وبيقول لك انت جاوبت ايه كويس وما جاوبتش ايه وغلطت في ايه. بعد ان شاء الله ما بنخلص كل شابتر بيكون في امتحان حضوري، ده بقى حضوري في السنتر على الشابتر ده. يعني احنا دلوقتي عندنا كل اسبوع كده كده في امتحان اونلاين، بعد كده كل شابتر بيخلص بنمتحن عليه في السنتر، بنمتحن عليه حضوري وبيكون في نماذج، وكده كده برضو حتى الناس اللي مش هيعرفوا يحضروه احنا هنصوره وهننزله لهم ان شاء الله برضو في الاونلاين. كمان بقى في حاجه مستحدثه السنه دي ان شاء الله، اللي هو موضوع المكالمات المفاجاه. ازاي يعني؟ بنعمل مكالمات، بنجيب كل يوم، هنخصص ان شاء الله كل يوم ساعه، الساعه دي انا حضرتك بجيب ارقام الطلبه اللي موجودين عندنا، وهبدا بالترتيب كده طبعا بشكل عشوائي، ولكن هحاول بقدر ما يمكن ان اثناء الكورس اكون عديت على معظم الطلبه اللي موجودين معانا في الكورس. هعمل مكالمه، السلام عليكم، اتصل بحضرتك، ازيك، انت اسمك كذا، تقول لي اقول لك انا الدكتور احمد زهره، ازيك عامل ايه؟ بعد ما احيي سيادتك التحيه المظبوطه هنبدا اسالك بقى في الماده، اقول لك انت ممكن تصور لي كده حضرتك وتبعت لي على الواتساب انت واقف لحد فين في المذكره، شاور لي كده، قول لي انت بتكتب ورايا ما بتكتبش، الMCQ وصلت لحد فين في حل كتاب الMCQ. هدخل على الاكونت بتاعك عندي على الابلكيشن اشوف انت ايه الفيديوهات اللي انت سمعتها، لان احنا طبعا بنعرف انت سمعت ايه وما سمعتش ايه. اسال حضرتك شويه في المنهج. طيب افرض لقيت الامور تمام متشكرين وتمام وانت ربنا يوفقك، افرض لقيت الامور مش تمام بنحدد مع حضرتك ميعاد بتجيلي السنتر علشان نقعد نتكلم ونشوف المشكله فين ونبدا نحلها، وبدي لك مهله ان انت تراجع نفسك تاني وتذاكر كويس. طبعا ليه نظام المتابعه دي او احنا ليه بنعمل تشديد شويه عليه؟ لان حضرتك دلوقتي الاونلاين يا اولاد بيعلم الكسل شويه. يعني انت ممكن مثلا، في ناس كده كده متعودين على الاونلاين وعارفين ينظموا وقتهم، لكن في ناس بيكسلوا جدا لما يكون الحاجه عنده اونلاين، يقول لك انا اسمعها بكره اسمعها بعده. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نضيق على حضرتك ان انت على الاقل اثناء الكورس تكون حضرتك سمعت الفيديوز واستفدت بالمعلومات الاساسيه اللي فيها. خلي بالك ان انا برضو في الامتحانات اللي في الاول يا اولاد، يعني انا مثلا في اول اسبوع في الدراسه بعد ما هعمل لك اول امتحان، اكيد انا مش هضغط عليك في الامتحان واجيب لك افكار صعبه في اول اسبوع، انا بس هختبرك في الحاجات الاساسيه.
لكن بعد كده في الامتحان الحضوري اللي موجود في السنتر ده بنعلي المستوى بتاعه، وفي الغالب بتكون الاسئله منقوله من امتحانات سابقه عشان حضرتك تقدر تشوف الحاجات دي. خلي بالك سيستم المتابعه ده بالذات مستحدث جديد علشان ما نسيبش اي فرصه ان حضرتك ما تبقاش بتذاكر. والمكالمات دي طبعا هيكون فيها زي ما انا قلت لك كده سيستم معين ان احنا هنتصل ونتابع حضرتك ونشوف انت بتذاكر ولا ايه. طبعا الاكونت اللي هنلاقيه برضو على الابلكيشن متاخر في السماع هنتصل بيه نقول له حضرتك ما بتسمعش ليه، ايه المشكله، ممكن نعمل ايه، وهنشوف ان شاء الله حل في كل الحاجات دي علشان ربنا يكرمنا. كده يعني حضرتك انا الى حد ما حاولت افهم سيادتك احنا هنعمل ايه وايه الحاجات اللي انت هتدرسها في الهيستولوجي في السنه اولى، وكمان الكورس بتاعنا او النظام بتاعنا عامل ازاي. اشوفكم على خير ان شاء الله.